تتخيل فما ديانة الأتباع متاعها محرم عليهم باش ياكلوا البطاطا والبصل والثوم واللفت والجزر والفجل وغيرهم. مرحبا بكم في الديانة الجينية، أكثر ديانة مسالمة. 2016 مشيت لأكثر منطقة وشارع فيها فوضى وزحمة شفتها في حياتي، منطقة شاندي شوك من العاصمة نيودلهي في الهند. الشارع فيه اكتظاظ وتلوث وروايح فوق الخيال، ويعتبر السوق التقليدي القديم اللي فيه حرفيا عشرات الآلاف من المحلات اللي تبيع كل شيء تقريبا، لكن خاصة التوابل والبهارات والملابس. ومع هذا الكل عدد مهول من المعابد لمختلف الأديان، وانبهرت بالعظمة متاع أكبر مسجد في الهند واسمه جامع مسجد. هندسة مغولية رهيبة وعظمة في البناء والأحجام. لكن في وسط هذا الكل فما حاجة استفزتني، بناية كبيرة مكتوب عليها مستشفى الطيور. دخلت للمكان ونلقاه مكون من عدة طوابق، كله أقفاص معبية بالطيور المصابة والمجروحة والمريضة، وفريق كامل من الأطباء البيطريين والعمال يقوموا بالعناية بهم. وأكثر من هذا برشا ناس من الشارع جايبين طيور أخرى مصابة ويسلموا فيها للإدارة. المستشفى هذا عمره 100 عام تقريبا، وقالوا لي يداويوا عشرات الآلاف من الطيور سنويا مجانا. وكي سألت أكثر على المستشفى قالوا لي أنه تابع للمعبد اللي بجنبه، وأنه هذا الكل تابع للديانة متاعهم. قلت واو، ملا هندوسية تهتم بالحيوانات لهالصفة هذه، فريمون اكتشاف مهم. قالوا لي مسيو لحظة، هذه اسمها الديانة الجينية وما عندها حتى علاقة بالهندوسية. سامحنا مسيو، وأنا فهمت الهندوسية من أصله باش تعطيني الجينية. شنية الجينية يا أخي؟ وكيف ربي رايد لك الخير في الرحلة متاعك؟ كي نمشي لمومباي تستقبلني عائلة جينية ونعدي بحذاهم 5 أيام بالتمام والكمال، واكل شارب وين حطك يطبق الورد. ووقتها اكتشفت الديانة الجينية بالحق. الناس هذوما من أطيب مريض، وهما من طبقة اجتماعية مرفهة نوعا ما، وكانوا على أعلى مستوى من التحضر والنظافة وحسن التعامل والتربية. حسيت معهم بالدلال وعديت معهم من أحسن الأيامات في الهند. ظهرت الديانة الجينية 600 سنة تقريبا قبل الميلاد، يعني في نفس الوقت مع البوذية تقريبا، على يد رجل اسمه ماهافيرا أي الإنسان العظيم في منطقة في شمال الهند. ماهافيرا كان من عائلة غنية وعايش عيشة مرفهة، هاجر زوجته وصغاره وعائلته وانعزل في البراري وحده للبحث عن الحقيقة. عاش عيشة التزهد والتقشف بصفة قاسية جدا تكاد توصل للحرمان، وفي سن 42 وصل لحالة الاستنارة أو النيرفانا، ورجع لأهله وانطلق في تعليم الفكر الجديد هذايا حتى توفى عن عمر يناهز 72 سنة. جين يعني المنتصر، أي المنتصر على الشهوات، وتشوف أنه التزهد هو الحل الوحيد للخلاص من المعاناة. الجينية تشوف أنه ما فماش خالق للكون، وما تامنش أنه فما صلاة مقدسة ولا حتى رجال دين. الجين مش نباتيين فقط، بل هما فيجان وما ياكلوش الحيوانات بالطبيعة، وما ياكلوش البيض، ويتفاداوا المنتوجات الحيوانية من الحليب وغيرها. وأكثر من هذايا ما ياكلوش النباتات اللي تم اقتلاعها باش ناكلوها، كيما البطاطا والبصل والثوم. ويقولوا زادا باش ما نقتلوش الدود والحشرات الصغيرة الموجودة في التراب. والمتشدين دينيا منهم يمشيوا حفاة في الطرقات باش ما يقتلوش الحشرات. وأكثر من هذايا في المنازل متاعهم يتعاملوا مع الحشرات بمنطق لازم نخرجوه، لكن عمرهم ما يقتلوا الحشرات. والمبدأ هذايا يتسمى الأهيمسا، يعني انك تمرن روحك لعدم الحاق الأذى بالآخرين. وكي يقولوا الآخرين يعني البشر والحيوانات والنباتات زادا. عدد أتباع الديانة الجينية في الهند تقريبا 5 مليون، والأغلبية منهم تجار من الطبقة المرفهة، والفقراء ما هم إلا أقلية. من أهم المبادئ عند الجينية اللا تعلق، يعني ما تتعلق بحتى شيء مادي أو معنوي، سواء ممتلكاتك أو مكتسباتك وحتى علاقاتك مع الناس. المبدأ الثالث الواقع متعدد الأوجه، لأنه يشوفوا أن الحقيقة نسبية وليست مطلقة، لأنه معارفنا ولغتنا محدودة وفي تغير مستمر. هذاك علاش لا فايدة في الغضب والمشاحنة والتقاتل. وانتي شنو رأيك في الديانة الجينية والفكر متاعها؟